طبعا كلكم عارفين قصة البلوجر بسنت سليمان. بسنت سليمان أم البنتين وتعرضت لضغوط نفسية كبيرة وفتحت امبارح لايف، وللأسف رمت نفسها من البلكونة وماتت. بسنت حزبنت على الناس اللي ظلموها قبل ما تموت ووصلوها للمرحلة دي. ده يبين لنا إنه ظلم الإنسان مش حاجة هينة. أنا ممكن أظلم حد ووصله للمرحلة دي وتحاسب عليهم القيامة، توصلوا للانتحار وتقف قدام ربنا يعاقبك ويحاسبك بتهمة قتل إنسان بريء. فلازم نتحلل من المظالم طول ما احنا عايشين بكل ما أوتينا من قوة. الحاجة التانية والمهمة، احنا لازم نفرق بين حكم الانتحار وحكم المنتحر. الانتحار كبيرة من الكبائر وكارثة عظيمة جدا، لو صاحبها استحلها بيصل للكفر والخروج من الملة. لكن إنزال الحكم ده على كل شخص منتحر ممكن يتغير. الشخص المنتحر ده ممكن يكون فعلا وصل لمرحلة الاستحلال وخرج من الملة، ممكن يكون عمل كده لمجرد التهاون بالذنب فيكون عاصي وأمره موكل لله عز وجل، ممكن يكون كان مريض بالاكتئاب اللي سيطر عليه وأفقده السيطرة على نفسه تماما فيكون معذور أمام الله بل مغفور له، بل ده في ميزان حسناته. وفي النهاية أي حد بيموت بأي طريقة مادام ظاهره الإسلام بنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعي له بالرحمة. لكن في نفس الوقت بنحذر من فعل الانتحار، دي جريمة كبيرة جدا ممكن تهوي بك في النار يعني أمدا بعيدا. فما تستحلش الأمر ده وما تفرطش في نفسية نفسك. لو حاسس بأي ضغوط تابع مع دكتور نفسي بسرعة جدا. برضو مش عايزين حملة التعاطف مع بسنت، الله يرحمها ويغفر لها، وكأننا بنبرر الفعل وبنطبع مع الانتحار. الله يغفر لك يا بسنت ويجعل مثواك ومأواك الجنة، ويجعل مرضك وتعبك وضغوطك النفسية في ميزان حسناتك إن شاء الله. هو حرام آكل الفسيخ في شم النسيم؟ هو حرام تاكل فسيخ أصلا. يعني أكلة بتعمل تصلب شرايين وبترفع الضغط وبتحبس سوائل في الجسم وممكن تجيب لك تسمم وريحتها وحشة ومختلف في نجاستها بين الفقهاء. عايز ايه تاني؟ ده احسن اوبشن لو انت بتفكر تنتحر بجد. كونك ان انت تاكل فسيخ ايام شم النسيم ده في حد ذاته مش حرام لو انت مش بتعمل كده اعتقادا، لو انت مش بتعمل كده تشبها، لو انت مش بتعمل كده تدينا وعبادة لله. اغلب الناس اللي بتاكل فسيخ في الايام دي من المسلمين بياكلوها عشان هي ترند الايام دي، هي الاكلة اللي منتشرة في الايام دي والمصانع بتعملها والبياعين بيجيبوها وكده فالناس بتفتكرها وبتاكلها. لكن هي حرام عشان صحتك يا بابا، انت حرام عليك اتقي الله. يعني احنا بنحرم السجاير عشان هي مضرة في الجسم، والله العظيم اسأل اي دكتور هيقولك الفسيخ مضر للجسم اكتر من السجاير. فحرام عليك نفسك يعني يا مجنون.